يا نهار اسود، مصر تتربع على عرش حالات الطلاق، ونسبة الخلع وصلت ل 83%. للأسف احنا دايما بنبص للمشكلة، ولكن احنا مش بنبص للحل بتاعها. طيب ايه اللي خلى نسبة الطلاق تزيد بالشكل المرعب اللي احنا بقينا شايفينه دلوقتي؟ هقول لكم دلوقتي 4 حاجات. لو انت عندك مشكلة واحدة بس منهم، اوعى تفكر ان انت تتجوز. اول حاجة ان انت تتجوز علشان خلاص تاريخ صلاحيتك خلصت، بمعنى اصح انت بتكبر ولسه لحد دلوقتي ما اتجوزتش. رقم 2 انك تتجوز عشان تهرب من ضغط الاهل عليك، من كتر الزن بتاعهم، يا ابني اتجوز خلاص بقى انت كبرت، ما ينفعش ايه كل ده، احنا عايزين نفرح بيك. تالت حاجة ان انت تدخل في قصة جديدة، او ان انت تشوف جوازة جديدة وانت لسه بتتخطى القصة القديمة. ليه؟ عشان تغيظ الاكس. واخد بالك انت؟ ابعد عن الموضوع ده تماما، تخطى بعد كده اتجوز. رابع حاجة انك تتجوز حد انت مش مقتنع بيه ولا حتى بتحبه، ولكن اهلك مقتنعين. ناس كتيرة قوي بتحاول ان هي تلاقي واحدة مناسبة ليها، ولكن بيكون سنهم كبير ومحتاجين ان هم يتجوزوا، فبيتجوزوا وخلاص. ما بيبصوش مثلا يعني على النص اللي هو هيكملهم، او البنت اللي المفروض هتكون شريكه ليه وهتقعد معاه لحد اخر العمر. بيدور دايما ان هو خلاص كبر فهو المفروض يتجوز عشان يعرف يخلف، علشان خلاص كده يكون بيت واسره، ولكن مش هو ده الموضوع. دايما بقول ان اي بدايه قصه، سواء انت خلاص اخترت الست دي لانها ست مناسبه، لازم تكون مناسبه فكريا وعقليا قبل ما تكون مناسبه كمظهر او شكل عام. عايزه اقول لكم ان معظم يعني الاهالي للاسف بيبقوا سبب كبير جدا في الضغط على اولادهم ان هم يتجوزوا. يا ابني انت لازم تتجوز دلوقتي لان خلاص بقى يعني انت في سن دلوقتي كل اللي زيك اتجوزوا، انت عندك ابن خالتك اهو لسه متجوز ما شاء الله ومخلف، كل دول اتجوزوا وخلفوا وانت لسه ما اتجوزتش وما خلفتش. فللاسف بيبتدي ان هو يتبع قرار الاهل ويمشي وراهم ويتجوز، وفي الاخر الموضوع بيفشل. ليه؟ لان هو كان بيحاول ان هو يهرب او يخلص من الزن اللي هو بيتزن عليه او على ودانه كل يوم. تالت حاجه واللي معظم الناس بتقع فيها، وشفت حالات كتيره قوي على فكره بالمناسبه، يعني ان واحد يكون بيحب واحده وعايش معاها قصه حلوه جدا جدا وشايف ان هي دي خلاص البنت المناسبه ليه ودي حلم عمره ودي حبيبته وما يعرفش يعيش من غيرها ولا يعرف يستغنى عنها، خلاص فهمته وفهم دماغها وهي فهمت دماغه. ويجي الاهل مثلا يرفضوا، خلاص القصه خلصت، يعني ما فيش نصيب، ماشي كل واحد فيهم راح لحاله. يبتدي الاهل بقى ان هم ايه، يجيبوا له عروسه تانية، فيبتدي يوافق في الحته دي. ومجرد ما يوافق على العروسه التانية دي، ليه؟ عشان يغيظ الاكس بتاعته. فاكر كده ان هو خلاص بقى كده بيرضي نفسه بقى ايه، يعني نفسيا، سواء كان الرفض من عندها او من عنده. كل واحد بيدور بقى ايه ازاي يتجوز بسرعه، تمام، عشان يبين للتاني ان هو خلاص يعني انا الحمد لله ماشي دلوقتي ومستقر والحياه معايا زي الفل. ولكن ده من احدى الاسباب اللي ممكن تخرب اي بيت وما تكملش الجوازه. لازم عشان تتجوز تكون مقتنع بالبنت معاك. ولكن معظم الناس دلوقتي بتتفرج او بتشوف الشكل الظاهري للبنات او الرجاله ذا سيم، يعني البنت ممكن تبص للراجل ان هو مثلا معاه عربيه حلوه، عنده فيلا، عنده شقه ملك، هيجيب لها ذهب، هيجيب لها الماظ، هيعمل لها الفرح في المكان الفلاني، وما بتبصش دايما على الجوهر بتاع البني ادم اللي هتعيش معاه. دايما بيبصوا للمظاهر. طيب المظاهر دي بتعمل ايه في الاخر؟ بتعمل مصيبه زرقاء، اللي هي ايه؟ اول ما بيخشوا البيت الفرح خلص، المعازيم مشيت، حققت احلامها، لبست الفستان الابيض، بقى عندها الذهب والالماظ وكل حاجه زي الفل، والشكل الاجتماعي سكر قمرين. مجرد ما بيتقفل عليهم الباب، اول حاجه بتبص البني ادم ده، يا نهار اسود، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ يعني ايه اللي خلاني يعني توسع مني للدرجه دي واتخيل الشكل الخارجي من غير ما اشوف البني ادم ذات نفسه؟ فاحنا عندنا مشكله ان احنا ما بنبصش جوه البني ادمين، احنا ما بنبص للظاهر. ولكن المفروض اللي يتعمل دلوقتي ان احنا نبص اللي جوه البني ادم. البني ادم ده فعلا متفاهم معايا ولا مش متفاهم معايا؟ يعني متواصلين لدرجه مثلا من التفاهم الفكري اللي احنا ممكن نوصل لحل في يوم من الايام ولا لا؟
طب هل البني ادم ده لما بزعل بيصالحني بالطريقه اللي انا عايزاها؟ لان طبعا طول ما انت متجوز هتلاقي عندكم مشاكل يعني بالهبل. ولكن الموضوع هنا او الحته هنا في حته الاستحواذ على المشكله علشان ما تكبرش او توسع مننا. مين دايما بيبقى عليه عامل الرئيسي في الموضوع ده؟ اللي بيبقى عليه العامل الرئيسي هو الراجل. فاذا لما تيجي تختاري شريك حياتك لازم تشوفي البني ادم ده فعلا مهيأ ان هو يصبح زوج مثالي تقدري تعيشي معاه، ويقدر ان هو يحتوي اي مشكله تحصل ما بينك وما بينه في يوم من الايام او لا. هل هو فعلا بني ادم قد المسؤوليه، ولا ده واحد عايز يتجوز وخلاص؟ هل فعلا هيكون او نقدر نقول مثلا هل هيتقي ربنا فيكي وهيقدر يشيل مسؤوليتك ويحطك في عينيه ويتقي الله؟ هل ده هيكون موجود ولا لا؟ حاجات مهمه جدا لازم نركز عليها ولازم ناخد بالنا منها قبل ما ناخد قرار الجواز. لان الجواز دلوقتي يا جماعه يعني ما فيش اكتر من حالات الطلاق. طب احنا عايزين نقلل النسبه دي شويه، فنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنفكر. ونصيحتي ليكم النهارده، عايز تتجوز وتعيش مبسوط وانت عايزه تتجوزي وتعيشي مبسوطه، خدوا اللي بتحبوهم. والله العظيم يا جماعه الحب ده انا بسميه ايه؟ الاساس بتاع البيت، عمود البيت. بتحبك هتعدلك وهتبلع لك الزلط، بتحبها هتعدلها كتير. طول ما عنصر الحب ده موجود في البيت المركب هتمشي. طب لو العنصر بتاع الحب ده مش موجود في البيت ايه اللي هيحصل؟ اقول لك ايه اللي هيحصل. هترجع كل يوم البيت وانت مش طايق نفسك، هتشوف وشها وانت يعني يا نهار عفاريت الدنيا هتتنطط في وشك. طب انا ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ هتسال نفسك كده، وهي كمان طب انا ايه اللي بعمله في نفسي ده؟ اذا خدوا يعني خدوا اللي انتوا بتحبوهم، لان بدول هتقدروا ان انتوا تكونوا حياه تمام وتحافظوا على البيت. والله العظيم البنت لما بتحب واحد لو حتى هو معهوش، شوف معهوش، هي معاها الحلوه وعلى المره. خد بنت الاصول، لان اولاد الاصول دايما بيبقى عندهم رضا، بيبقوا شبعانين، متربيين ان هم يقفوا جنب جوازاتهم في اصعب الظروف. قبل ما تتجوز ادخل البيت، شوف الاهل بيتعاملوا مع بعض ازاي، شوف الاب وشوف الام بيتعاملوا مع بعض جوه البيت ازاي، وبناء عليه كمل في الجوازه. خد بالك من النقطه دي كويس جدا، لان بناء على النقطه دي والله العظيم 3 لا هتعيش مبسوط لا البيت ده هيتخرب في الاول وفي الاخر. عشان كده دايما بقول قبل ما تناسب